السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى جمهور في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين التورتية القمر ديت؟ حد كان يصدق ان هي في البداية كانت بالشكل ده؟ طبعا دي كيكة كانت باظت مني اثناء التسوية لان الفرن طفى عليها وهي ما كانتش لسه اكتملت تسويتها. فطبعا الاولاد عندي رافضين ان هم ياكلوها تماما، وما ينفعش طبعا ان جوزي يشوف المنظر دوت، لانه طبعا هيحصل مشكلة وقتها. ما كفايه الممبار اللي باظ مني، والحمد لله ربنا ستر وعدت على خير. بس مش كل مره هتسلم الجره، يعني ما ينفعش كل شويه نبوظ حاجه. طبعا انا زي ما عودتكم ان احنا اي حاجه بتبوظ مننا لازم نعمل لها اعاده تدوير. ما ينفعش ان احنا نرمي اي حاجه، لان النعمه ديت يعني ربنا كرمنا بيها وغيرنا مش لاقيها. فطبعا ان احنا لازم يعني حاجه مكلفينها وصارفين عليها، يعني نعمه ربنا ما ينفعش تترمي في النهايه. تمام، تعالوا اقول لكم بقى انا عملت فيها ايه. زي ما قلت ان هي كان الفرن طفى عليها اثناء التسويه، وطبعا ديت مكلفاني خامات وحاجات يعني برضو بارقام، فما ينفعش ان انا ارميها زي ما ذكرت، لانه كمان حرام يعني عليا ان انا ارميها عشان دي نعمه ربنا، وحرام برضو التكلفه اللي هي كلفتها لي. فخدتها بقى قلبتها على صينيه تانية زي ما حضراتكم شفتوا كده معايا. وطبعا بما ان الكيكه ديت نشفت معايا اثناء التسويه بسبب ان الانبوبه خلصت عليها وهي في الفرن، فعشان اشغل عليها الفرن تاني كانت نشفت معايا وهبطت زي ما حضراتكم شايفين. فكان لازم اعمل لها السيرب دوت علشان خاطر يطريها ونقدر ان احنا ناكلها، لان زي ما قلت الاولاد عندي كانوا رافضين خالص ان هم ياكلوها لانها كانت ناشفه. جبت معايا كده فنجان وضفت فيه 4 معالق صغيرين من السكر بما يعادل معلقتين كبار، وبعد كده ضفت عليه معلقه صغيره هرميه من القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه. وبعد كده ضفت نص كوبايه من الميه الفتره، مش ميه ساقعه ولا ميه سخنه، ميه من الحنفيه عاديه جدا بدرجه حراره المطبخ. وبعد كده بالمعلقه هبدا ان انا ادوب القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه مع السكر لغايه لما يدوب تماما. وبعد كده بقى طبعا علشان خاطر السيرب ده يتشرب معايا كويس جدا جوه الكيكه، لازم ان انا اخد معايا كده العود بتاع الشيش طاووق دوت، او ممكن بسكينه او بشوكه. وممكن بقى يعني المتاح عند حضرتك، مش شرط العود بتاع الشيش طاووق خالص، زي ما قلت يعني يا بسكينه او بشوكه. تبداي ان انت كده تنغزي الكيكه او تخرميها كده علشان خاطر اول ما نضيف عليها السيرب دوت تتشربه تماما. تمام. وطبعا زي ما عودت حضراتكم على المسابقة الدينية اللي الهدف منها ان احنا بنفيد وبنستفيد وبنقوي معلوماتنا الدينية وبنزود بيها معلوماتنا الدينية، كان معايا سؤال في الفيديو اللي قبل ده. السؤال كان بيقول: ما هو دعاء سيد الاستغفار؟ دعاء سيد الاستغفار للي ما يعرفوش يا جماعة: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تمام. معايا سؤال برضو في الفيديو بتاع النهاردة: اللي يعرف الإجابة يكتبها في التعليقات، واللي ما يعرفش يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. بعد ما ضفت معايا كده التشريبة على الكيكة زي ما حضراتكم شفتوا معايا السيرب اللي انا عملته لها، سبتها لغاية لما تتشرب تماما. بعد كده هروح بقى اجهز معايا الطبقة التانية وهي طبقة الكريمة. طبقة الكريمة ديت عبارة عن ايه؟ كيسين من الدريم ويب اللي هو الكريم شانتيه المحلل جاهز، وهضيف عليهم حوالي كوبايتين من المية. تمام، المية تكون ساقعة متلجة، ويفضل كمان لو يكون فيها تلج. تمام. بعد كده هاخد معايا بقى هنا المضرب وعلى اعلى سرعة، بس الاول كده بقلبه كده بالكريمة مع المية علشان خاطر البودر بتاع الكريمة ما يتطيرش كده في وشنا ويعمل حاجات كده مش لطيفة، فلازم نديله تقليبة كده قبل ما نشغل المضرب. بعد كده هشغل معايا المضرب على اعلى سرعة، وافضل بقى اضرب في الكريمة معايا لغاية لما القوام بتاعها يتقل ويتمسك وتكون معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لازم الكريمه تعمل معايا شكل المنقار كده علشان خاطر تكون القوام بتاعها متماسك واقدر ان انا استخدمها في الوقت ده. تمام. ولازم زي ما ذكرت ان الميه تكون ساقعه متلجه، وكمان يكون لو افضل لو فيها تلج. تمام. حطيتها بقى كده معايا في كيس من الاكياس بتاعه الحلواني، او ممكن في كيس بلاستيك لو مش متاح عند حضرتك الاكياس دي، يعني ممكن في الكيس النايلون اللي هو بتاع السندوتشات تحطي فيه الكريمه لو مش متاح عند حضرتك ده. تمام. بعد كده هبدأ ان انا ازين بيها كده الوش بتاع الكيكة. لازم ان انا اغطي كده الطبقة بتاعة الكيك دي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هي كانت سبحان الله متصممة معايا جاهزة على التزيين دوت، يعني هي هبطت من النص بس كان ليها سور كده من الحروف، يعني ساعدني على التزيين اللي حضراتكم هتشوفوه معايا في نهاية الفيديو. تمام. بعد ما زينت كده الكيكه بالوش كله بتاع الكريمه زي ما حضراتكم شفتوا، غطيت وشها كده بالكريمه، يعني اتاكد ان هي اتغطت كويس تماما. بعد كده هروح بقى اضيف عليها جناش الشوكولاته. جناش الشوكولاته دوت انا عملته في البيت اقتصادي، انا مش شارياه من بره،
يعني دوت مش داخله اي جرام واحد من الشوكولاتة، واقتصادي جدا وبنعمله بالمية، يعني اي حد يقدر يعمله. المقادير بتاعته ظهرت مع حضراتكم على الشاشة، وهكتبها لكم كمان في صندوق الوصف علشان خاطر اللي حابب ان هو يعمله. تمام. طبعا ده انا عملته على النار. لو حضرتك عايزه تقليه شويه عن كده عشان تعملي بيه دريب للكيك، هتزودي مثلا الكميه بتاعه النشا شويه. تمام. بعد ما غطيت بقى الوش بتاع الكريمه كله كده بالجناش بتاع الشوكولاته زي ما شفتوا معايا، هجيب بقى معايا كده كيس واحد من الاوريو. انا مستخدمه في التورتايه ديت كيسين. الكيس ده فيه 8 قطع. هبدا ان انا اكسره كده بايدي الهون، او ممكن بايديا اكسره كده لقطع صغيره. انا مش عايزه افرمه في الكبه او يعني اطحنه في الكبه طحن ناعم، لا انا عايزه اكسره كده يكون قطع معايا زي ما هتشوفوا معايا. تمام. لو حسيتي ان هو لسه فيه قطع كبيره او لسه فيه مثلا وحدات من الاوريو ما اتكسرتش، تقدري تعمليها بايديكي كده زي ما انا بعمل بالظبط. تمام. بعد كده هاخد بقى بايديا كده زي ما حضراتكم شايفين، وابدا ان انا ايه اضيفها على الوش بتاع الجناش بتاع التورته معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. هوزع بقى كل الكميه بتاعه البسكوت الاوريو اللي هو المجروش اللي انا جرشته بالهون او كسرته بالهون. وزي ما ذكرت ما ينفعش ان احنا نحطه في الكبه علشان خاطر هيتفرم معانا وهيبقى عباره عن بودر، واحنا مش حابين ده خالص في الوصفه دي. تمام. يعني انا عايزاه يكون معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. بعد كده ما وزعت بالشكل الكامل كده على الوش بتاع الكيكه معايا زي ما حضراتكم شفتوا، هبدا في الوقت دوت ان انا اجيب معايا القمع بتاع الحلواني. انا ضايفه فيه المره دي التيب دوت اللي هو شكل الورده الملفوفه. ممكن حضرتك تعمليه بروزيتات باي تيب موجود عندك، مش شرط التيب ده خالص، باي تيب موجود عندك. تمام. هبدا ان انا ازين بيه كده الوش بتاع الكيكه بتاعتي علشان خاطر تديني شكل جمالي، شكل التورته كده النهائي بتاعي. هعمل بيه روزيتات كده كبيره بالحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. يعني هي تزيينها سهل وبسيط واقتصادي وما فيهوش اي تكلفه اطلاقا. وزي ما ذكرت ان الجناش اقتصادي، يعني معمول بالميه وبدون اي اضافه شوكولاته نهائيا. تمام. يعني معمول بالكاكاو والميه وسهل جدا اي حد يقدر يعمله. تمام. وزياده تاكيد برضو هكتب لكم المقادير بتاعه الجناش في صندوق الوصف. وكيكه الشوكولاته كنت عملتها معاكم قبل كده كتير على القناه، بس الكيكه ديت يا جماعه والله هي باظت مني بسبب ان الفرن طفى عليها زي ما ذكرت. يعني ده مش سوء من التصنيع بتاع الكيك مثلا او من عمايل الكيك، لا ده دوت سوء من استخدام الفرن في الوقت ده. تمام. ان الغاز طفى عليا. بعد كده جبت معايا كيس تاني من الاوريو زي ما شفتوا حضراتكم كده، وهضيفه بقى ما بين الروزيتات بتاعه الكريمه صحيح زي ما هو، مش هكسره في الوقت ده خالص. وده هيكون كده التزيين النهائي معايا بتاع الكيكه زي ما حضراتكم شايفين. ايه رأيكم بقى فيها؟ طبعا شكلها اتحول تحويل جذري، اتحولت تماما. يعني عايزه اقول لكم مش 180 درجه، 360 درجه. طبعا اللي هيشوفها بالشكل ده مش هيصدق ان هي اللي كانت معايا في اول الفيديو. زي ما حضراتكم شايفين هي بتتكلم عن نفسها، وما شاء الله التزيين بتاعها اقتصادي وسهل وبسيط واي حد يقدر يعمله. تمام. طبعا انتي التزيين دوت بيكون حسب الرغبة وحسب المتاح عندك، ومش شرط طبعا علشان تعملي تورته بالشكل ده ان يكون عندك كيكة باظت منك ولا اي حاجة لا سمح الله. ممكن تستخدمي اي كيك اي طريقة كيك معتمداها، او تستخدمي طريقة الكيك اللي انا عملته معاكم كتير على القناة. وفي الوقت دوت تقدري تعملي بيه احلى تورتات تقدميها لاولادك ياكلوها بالف هنا وشفا. علشان خاطر طبعا الحاجه بره سعرها غالي جدا زي ما احنا عارفين. ولو لا قدر الله اي وصفه باظت منك ما ينفعش ان احنا نرميها اطلاقا، علشان خاطر طبعا ده حرام علينا. لان طبعا الحاجه غاليه جدا، وغير ان النعمه حرام تترمي. فممكن ان احنا بحاجات بسيطه نغير يعني الحاجه اللي باظت ديت 360 درجه، واي حد بعد ما كان رافض ان هو ياكلها يتقبلها بكل سهوله. بل بالعكس كمان عايزه اقولك ان هم والله هيتخانقوا عليها من جمالها. تمام. يعني ما تقلقيش خالص وما تزعليش نفسك ابدا. لو اي وصفه باظت منك تقدري تحوليها بايديكي الجميله يا ست الكل، وهتطلع معاكي احلى واوفر يعني عايزه اقولك بصي انا مش هتكلم عنها كتير، هي ما شاء الله شكلها بيتكلم عن نفسها. عايزه اقولك والله كمان مره، عايزه اقولك والله كمان الحمد لله انا جوزي ما كانش مصدق كمان ان ديت كانت كيكه بايظه لما قلت له. يعني انا قلت له بصراحه لان هو كده كده هيشوف الفيديو، فما كانش مصدق ان دي كيكه وباظت مني. لان الكيكه ديت واثناء التسويه بتاعتها كمان انا كنت ضايفه عليها كمان قطع من الشوكولاته علشان خاطر يعني كنت متوصيه بيها، فالتكلفه بتاعتها زعلتني وخلتني حرام ان انا ارميها. فانا شغلت دماغي بقى وفكرت بقى ايه ان انا اطلعها بالشكل القمر اللي قدام حضراتكم ده. حابه ان شاء الله ان انا اذكركم بالسؤال بتاع المسابقه الدينيه بتاع الفيديو ده. السؤال كان بيقول ما اسم السوره التي لقبت باسم عروس القران الكريم؟ اللي يعرف الاجابه يكتبها في التعليقات، واللي ما يعرفش يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات.
ما تنسوش حبايب قلبي اللايك والشير وكومنت قمر كده زيكم. وما تنسوش برضو لو اول مره بتشوفوا لي فيديو او اول مره بتدخلوا قناتي تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بنزله. حبايب قلبي بتوحشوني جدا، واستنوني في فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.